عمرك فقتي في الصباح وحسيتي روحك ثقيله، ما عندكش الرغبه تبدا النهار ديالك، كتحس ان الطاقه هربات منك، كتقول في خاطرك علاش ما عنديش هذاك الحماس اللي كنت كنحس به من قبل. راه هذا الاحساس طبيعي ولكن ماشي دائم، والاسلام عطانا مفاتيح بسيطه باش نرجعوا الطاقه الايجابيه من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم بوسرة. فيديو اليوم غنهضروا فيه على أسرار الطاقة الإيجابية. الطاقة الإيجابية هي ذاك الإحساس اللي كتحس به في داخلك ديال الراحة والطمأنينة، كيعطيك نشاط وحيوية وكيخلي تشوف الجانب المزيان في حياتك وفي الناس اللي حولك. كتبان بالتفاؤل، في القدرة باش تواجه الصعوبات، وفي العطاء والكرم واللطافة، وبأنك ديما تشوف النور حتى في وسط الظلام. إذن أول سر من هذه الأسرار ديال الطاقة الإيجابية هو النية. ملي كتفيق الصباح ما تبقاش تبدا يومك بلا هدف، قول غير في خاطرك اليوم نيتي نرضي الله ونساعد ونتعلم ونخدم بنية طيبة. النية الصغيرة كتبدل الإحساس كامل، لأن الإنسان كيعرف علاش فايق، كيبدا يومه بمعنى ماشي بملل. النية هي أول طاقة كيقدمها الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، يعني المعنى قبل العمل والصدق قبل السرعة. باش تبدا يومك بطاقة إيجابية خاصك تربط الحركات ديالك بمعنى روحي. ملي كتغسل وجهك في الصباح قول: يا ربي نور يومي كما نورت وجهي. ملي كتخرج من دارك قول: توكلت على الله. هاد الكلمات بسيطة ولكن كتفتح لك أبواب الخير. والثاني سر هو الشكر. الإسلام ما خلاش الطاقة الإيجابية مجرد كلام تحفيزي، خلاها عبادة. منين كتقول الحمد لله في الصباح راه كتشحن روحك بطاقة الامتنان، لأنك كتذكر نفسك بالنعمة اللي عندك وما كتخليش عقلك يشوف غير النقص. جرب كل صباح قبل ما تبدا دير دقيقة ديال الامتنان، قول الحمد لله على نعمة الصحة، على القدرة على التحرك، على النعاس اللي ارتاحيتي فيه، على الناس اللي كيبغيو. راه غير هاد الدقيقة كتبدل كيمياء الدماغ ديالك. الامتنان كيعطيك طاقة روحية كتخليك تبدا يومك بابتسامة حتى ولو الظروف ماشي مثالية. ثالث سر هو التوازن بين الروح والجسد. اللي كيهمل الجسد ديالو كيعيا، واللي كينسى الروح ديالو كيقسى قلبه وكيمشي ليه الإحساس. والإسلام توفق وجمع بيناتهم بواحد البراعة اللي عجيبة. الصلاة مثلا ماشي غير عبادة، هي نظام يومي كيضبط الإيقاع ديالك. ملي كتصلي الفجر راك كتعطي انطلاقة حقيقية لنهارك. اللي كيبدا نهارو بصلاة كيبدا بطاقة مختلفة، لأنه كيحس أنه بدا مع الله عز وجل ماشي ضد نفسه. واللي كيعرف يبدا يومه بالاتصال بالله باقي اليوم كيدوز عليه بهدوء. ما كيبقاش داك التوتر اللي كيعاني منه بزاف الناس، ما كيبقاش داك الشعور ديال كل شيء بالزربة، لأنه بدا بشيء ثابت. الصلاة في الصباح ما كيزيدكش تعب، بالعكس كتريح الروح. منين تسجد في هذا الوقت كتولي تشحن نفسك بطاقة الصدق، وكأنك كتقول يا ربي دير البركة في يومي وبعدني عن الفوضى. والسر الرابع هو النية في المجهود. راه الإسلام ما علمناش نتكاسلو، علمنا نشتغلو بالصدق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يعني الخدمة ماشي غير وسيلة للرزق، ولكن وسيلة باش تعبر على حبك لله عز وجل. ملي كتخدم بضمير كتلقى المتعة حتى في الأعمال البسيطة، كتحس أنك كتخدم لأجل معنى أكبر ماشي لأجل المال أو المدح. باش تبدا يومك بحماس ما كتحتاجش موسيقى صاخبة ولا كتحفيز مزيف. اللي تحتاجه هو لحظة هدوء قبل البداية. جلس دقيقة، خذ نفس عميق، قول يا ربي اليوم غادي ندير جهدي والنتيجة بين يديك. هاد الجملة كتفرغ القلق وكتخلي اليوم يبدا بسلام.
الطاقة الإيجابية ما كتعنيش تكون فرحان ديما، ولكن أنك تعرف ترجع لنقطة توازن بسرعة. كل ما تحس أن الحماس ما بقاش، رجع عقلك يتذكر الهدف. واش الهدف ديالك هو رضا الناس ولا رضا الله عز وجل؟ إذا كان رضا الله فحتى التعب فيه طاقة. السر الخامس وهو البساطة. الناس اليوم كيديروا ضغط على راسهم بزاف، باغيين يكونوا مثاليين، كل حاجة محسوبة بالدقيقة، وإذا وقع خلل صغير كيدخلوا في توتر. ولكن الإسلام علمنا أن الراحة في البساطة. خدم، خطط، ولكن خليه في إطار إنساني. خلي مكان للخطأ وللمفاجآت وللحياة. اللي كيعرف يعيش ببساطة كيبقى متفائل حتى في الأيام الصعيبة، لأنه ما كيربطش السعادة بالكمال ولكن بالقرب من الله عز وجل. الطاقة الإيجابية الحقيقية كتخلقها من الداخل ديالك، كتجي من طريقة نظرتك للدنيا، كتجي من الثقة في أن كل حاجة كتب الله فيها خير. الإسلام ما عطاناش تعاليم باش يقيدنا، عطانا مفاتيح باش نعيشو بتوازن، باش نعيشو بخفة بلا ما نضيعو في المقارنات، وبلا ما نحسو أننا دايما ناقصين. الحماس ما كيجيش من الظروف، كيجي من القناعة، والقناعة كتجي من الإيمان. منين تكون مؤمن أن كل نهار جديد فرصة جديدة، كتولي كتستقبل الصباح بفرح. وما تنساش، الانسان اللي كيبدا يومه بالقرب من الله حتى الحزن ديالو كيولي خفيف عليه. كل حاجه كتجيه بنظره مختلفه. الناس كتقول نهار صعيب وهو كيشوف النهار فيه درس. الناس كتقول ما عنديش طاقة وهو كيعرف أن الله هو مصدر الطاقة الحقيقية. الحماس ما كيتشراش ولكن كيتزرع، وكيتزرع في القلب اللي عامر بالنية والرضا. كل صباح قول اليوم نيتنا نحيا بسلام، اليوم غادي نخدم نفرح نضحك وما نخليش الهم يغلبني، واخا الدنيا تضيق غنقول ربي كبير وغادي يفرجها. اللي عنده هاد العقلية ما كيبقاش يحتاج تحفيز خارجي، لأن النور ديالو من الداخل. خليك ديما فاكر، الطاقة الإيجابية الحقيقية هي الإيمان، والإيمان ما كيتعبكش، الإيمان كينعش الروح ديالك، لأن كل مرة كتعب كتلقى الله فاتح لك باب جديد. بدا نهارك بالله عز وجل وغادي تلقى كل حاجة فيها بركة، وكل خطوة كديرها غادي تحس فيها معنى. ما تبقاش تستنى الظروف تكون مثالية باش تبدا، خلي البداية هي اللي تصنع الظروف المثالية. الحماس ما كيبقاش ولكن كيرجع، والإيمان هو المفتاح باش ترجعه كل صباح. اليوم قول من قلبك وداعا للكسل، وداعا للطاقة السلبية. اليوم غادي نعيش بالنية بالإيمان وبالرضا، وهكذا غادي تكتشف أن الإسلام ماشي فقط طريق للجنة ولكن طريق لحياة متوازنة عامرة بالطاقة والسلام والمعنى. وما تنساش، العمل بالنية يقود دائما للنجاح.